أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن ماتش كتر الكلام عنه، الوداد الرياضي ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025. النتيجة كانت 2-0 للسيتي، كلنا عارفين. بس وصل لنا تحليل فيديو مهم بيطرح أسئلة أعمق عن اللي حصل جوه الملعب بجد، بعيد عن النتيجة دي. هدفنا النهاردة نشوف إيه أهم الأفكار في التحليل ده. أهلا بيكي. فعلا التحليل ده بيحاول يبص أبعد من النتيجة النهائية، بيركز على شكل الوداد وعلى فلسفة المدرب عبد الحق بن هاشم كانت إيه بالظبط في الماتش الصعب ده، وكمان إيه مش بيغفل نقطة الجدل التحكيمي اللي كانت موجودة. القصة كلها ورا الأرقام يعني. خلينا نبدأ بخطة المدرب بني هاشم. التحليل وصف أسلوب الوداد بالشجاع، بس هل كانت شجاعة وخلاص ولا خطة محسوبة؟ يعني ما شفناش ركن الأتوبيس التقليدي ده. تمام. نقطة أساسية في التحليل هي إن بن هاشم يعني ما كانش هدفه بس يتفادى خسارة كبيرة، لا، كان في توازن مدروس بين إنك تكون واقعي في الدفاع وفي نفس الوقت تحاول زي ما بيقولوا تخلق لحظة. الفكرة اللي حاول يوصلها للعيبة حسب التحليل هي إنهم بيمثلوا تاريخ نادي كبير ولازم يسيبوا بصمة. يعني تنظيم دفاعي معقول بس برضه فيه جرأة لقدام. بالظبط، جرأة بس مش تهور. يعني تنظيم دفاعي كويس، ولما تيجي فرصة نطلع ونحاول، بس من غير ما نفتح خطوطنا قوي. طب الجرأة المحسوبة دي هل فعلا عملت خطورة على جول السيتي؟ التحليل ذكر إن كان فيه فرص للوداد. إيه نعم، الفيديو بيركز على كام لحظة كده كانوا ممكن يغيروا شكل الماتش. أبرز فرصة يمكن كانت انفراد الورش اللي واجه فيه إدريسون لوحده، بس الحارس البرازيلي بصراحة كان ممتاز وأنقذها. صحيح، تصدي كان مهم جدا. وكمان التحليل بيتكلم عن سرعة ميالة كانت عاملة إزعاج للدفاع، وشوطة أمربط اللي عدت جنب القائم بشوية. اللقطات دي يعني هي دليل التحليل إن الوداد ما كانش سلبي خالص. طيب وخط النص؟ الفيديو بيشير لدور مباركي والزمراوي. هل قدروا فعلا ولو بشكل نسبي يسيطروا أو يجاروا نص ملعب السيتي القوي ده؟ حسب اللي شفته في التحليل هم قدموا توازن كويس في المنطقة دي، قدروا في فترات يقطعوا كور ويبنوا هجمات، يعني ما حاولوش يكونوا مجرد رد فعل، حاولوا يفرضوا حضور للوداد في معركة خط النص، وده شيء مش سهل أبدا قدام فريق زي السيتي. نوصل بقى للنقطة اللي التحليل شايفها مفصلية وممكن تكون غيرت الماتش، التحكيم. في تركيز كبير على لقطة في الشوط الأول، والنتيجة وقتها كانت 1-0 للسيتي. بالظبط، التحليل بيتكلم بوضوح شديد عن لمسة يد، بيقولوا واضحة على مدافع السيتي جوه منطقة الجزاء. الفيديو بيعرضها وبيشرح ازاي الكورة غيرت اتجاهها بسبب الإيد. النقطة المثيرة للجدل بقى حسب التحليل إن الحكم ما حسبش ضربة جزاء، والأهم إن تقنية الفار VAR ما اتدخلتش أصلا عشان تراجعها. يعني التحليل بيعتبر إن اللقطة دي في التوقيت ده بالذات كانت ممكن تكون نقطة تحول، بس اتعدت كده. وهل ده كان الاعتراض الوحيد على التحكيم؟ لا، مش هو ده بس. الفيديو بيقارن اللقطة دي بتدخلات تانية من لاعبي السيتي، بيقول إن ما كانش فيها نفس الحزم التحكيمي، يعني ممكن تحذير شفوي وخلاص، وبعدين بيشير للطرد المتأخر للاعب السيتي في الدقيقة 88. اللي جه بعد الرجوع للفار. أيوة، بس التحليل بيقول إن الطرد ده جه متأخر قوي، بحيث إنه خلاص ما بقاش ليه تأثير فعلي على نتيجة الماتش. وهنا السؤال اللي بيطرحه التحليل عن توقيت تطبيق العدالة التحكيمية، لو هنسميها كده. تمام. طيب لو حطينا النتيجة والجدل التحكيمي ده على جنب شوية، إيه الرسالة الأكبر أو الخلاصة اللي بيطلع بيها التحليل من أداء الوداد ككل؟ شوف، الرسالة المحورية في الفيديو هي إن الوداد خسر الماتش بالأرقام، بس كسب حاجة تانية، كسب الرهان الأخلاقي والروحي. خلينا نقول التحليل بيصوره كفريق خرج راسه مرفوعة، قدم دليل إن الكورة مش بس فلوس وفوارق مادية ضخمة، لسه في مكان للروح، للشجاعة. وده معناه برضو إن الأداء ده كان رسالة بتقول إن الفرق اللي ليها تاريخ وجماهير زي الوداد ما ينفعش تستهين بيها بسهولة، وفي إشادة بالمدرب بن هاشم كمان، صح؟ تماما. التحليل بيعتبر بن هاشم رجل المرحلة فعلا، بسبب قراءته للماتش اللي كانت واقعية وفي نفس الوقت جريئة. وحتى نقطة إن حارس السيتي إدرسون هو اللي خد رجل المباراة، التحليل بيستخدمها كدليل يمكن ضمني إن الوداد ما كانش خصم سهل خالص، لا، ده عمل خطورة حقيقية خلت الحارس يتألق. إذن
الخلاصة إن الوداد قدر يتجاوز فكرة إنه مجرد مشارك، وقدم هوية وصلابة، ومثل الكرة المغربية والعربية بشكل كويس جدا. بالظبط كده، دي الروح اللي التحليل بيحاول يلقطها. فريق أظهر شجاعة وهوية واضحة، مرضخش بسهولة قدام بطل أوروبا، وبعت رسالة إن الإرادة والروح لسه ليهم كلمة في الكورة. وده يخلينا نفكر في نقطة أخيرة مستوحاة من التحليل ده. لحد فين ممكن أداء زي ده، يعني تخسر النتيجة بس تقدم شكل مشرف وأداء قوي، يغير فعلا من نظرة عالم الكورة للفرق اللي بتعتبر تاريخيا أقل حظا أو إمكانياتها المادية أقل؟ وهل فعلا الانتصار المعنوي ده ليه قيمة حقيقية وملموسة في رياضة كل يوم بتتجه أكتر للغة الأرقام والبطولات؟ سؤال محتاج تفكير.